ازيكم؟ بنستكمل النهاردة رحلتنا في شارع المعز بزيارة المجموعة بتضم مسجد ومدرسة وخانقاه اللي هي دار للتصوف والانقطاع للعبادة، وكمان قبة ضريحية. هي مجموعة السلطان الظاهر برقوق. المجموعة مبنية على الطراز الإسلامي المملوكي، وهي أول إنشاء معماري في دولة المماليك. من أول وهلة بتحس بعظمة البناء، بداية من الباب الخشب الضخم اللي فيه نقوش بارزة ونحت دقيق، بالإضافة لنقوش من النحاس. السلطان برقوق أمر المهندس شهاب الدين بن الطولوني ببناء المجموعة، وده كان في الفترة من سنة 786 ل 788 هجرية، واللي أشرف عليها الأمير السيفي جاركس الخليلي. من هنا بندخل للمدرسة، وهي كالعادة متقسمة ل4 إيوانات بينهم صحن مكشوف، بيتوسطوا نافورة عليها قبة أقيمت على 8 أعمدة رخامية مكتوب عليها إنها اتجددت سنة 1309 هجريا، واللي جددتها لجنة حفظ الآثار العربية. وزي ما احنا شايفين سقف القبة الداخلي مليان بالنقوش الملونة والأعمال اللي امتزج فيها الرخام بالخشب. أهم الإيوانات هو الإيوان الشرقي، لأنه إيوان القبلة اللي جدرانه وأرضيته رخام ملون متغطي برسومات بديعة، وسقفه مليان نجف ودلايات أثرية. وده متقسم ل3 ساحات، أكبرها الساحة الوسطى اللي فيها المحراب الواضح قصادنا، وهو مكسي برخام أبيض وأسود ومحلى بفصوص صدفية وفيروزية وحمراء، وسقفه محلى بنقوش ذهبية. على طرف الإيوان دكة المبلغ المعمولة من الرخام، واللي اتكلمنا عنها قبل كده في مسجد السلطان حسن والإمام الرفاعي. المنبر اللي شايفينه ده اتعمل بأمر من السلطان أبو سعيد جقمق، وده كان في منتصف القرن التاسع الهجري بعد ما اتسرق المنبر الأصلي للأسف. احنا دلوقتي في الإيوان الغربي، وده الإيوان المقابل لإيوان القبلة، وكان فيه بابين، واحد بيودي لدورة المياه والتاني للخانقاه، بس حاليا الأبواب دي مقفولة. مأذنة المسجد دي في الجانب البحري من الواجهة، وزي ما شايفين المجموعة مرتفعة ومبنية كلها بالحجر، والباب مكسي برخام ملون وكمان مرسوم أو مكفت بالفضة. هنا القبة الضريحية، ودي موجودة جنب إيوان القبلة، بندخل لها من باب على الصحن، وليها محراب مجوف مليان بالزخارف والنقوش، وبيتوسطها القبر اللي اندفن فيه والد السلطان الظاهر برقوق وابنه السلطان الناصر، اللي رفاتهم اتنقلت للقبر ده بعد ما انتهى بناء المجموعة. لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. بكده تكون خلصت رحلتنا. استنونا في رحلة جديدة لمعلم جديد من معالم مصرية.